انا اسمي سامح فتحي بشر، خريج تجاره. بقالي هنا، انا مولود هنا. انا جيت لقيت ابويا وجدي شغالين في نفس الشغلانه دي في الزباله. دلوقتي منطقتنا كلها ليها حوالي يمكن 35 40 سنه في الحال اللي انتم شايفينه ده، شغاله في الزباله، بتنقل الزباله واديكم شايفين حاله الناس. يعني في ناس بتقول احنا اغنياء، لكن احنا اغنياء بربنا بس، مش بالفلوس ولا باي حاجه. لا، احنا يا ريت البلد كلها تبص لنا، فكل ريس بيمسك ما بيبصلناش. يعني اي ريس، اي وزير، اي حد ما بيبصلناش ان احنا كبني ادمين. يعني المفروض البلد تبص لنا كبني ادمين. تيجي تبص للمنطقه اللي بيتكلموا عليها، المنطقه كلها ديكم شايفين ناس فقراء، ناس فقراء ما بيغناش غير ربنا. يعني في ناس ممكن تاكل عيش ناشف، في ناس تاكل عيش بملح، يعني مش كله. يعني في ناس تاكلها بفته بلحمه باي حاجه، يعني مش كل الناس. في ناس هنا مش متعلمه خالص. ليه؟ البلد ما بتبصلهمش كبني ادمين يتعلموا، او مثلا تديهم من الدوله اللي بتديها لهم، المليارات اللي بتيجي للبلد مثلا. ما فيش حاجه بتوصلنا. جيت لقيت اهل انا شغالين في نفس المهنه. طبعا احنا كنا بنروح المدرسه ونيجي من مدرستنا بنشتغل في الزباله ما بنساعدهم. احنا اتخرجنا طبعا ما لقيناش شغل وشغالين في مهنتنا هي. والمعامله بتاعت الناس ان احنا بنشيل من عندها الزباله، المعامله مش اللي هي. يعني بيقول لك انت زبال. لا، احنا مش زبالين، احنا بننضفكم مش زبالين. أنا عندي فيروس طلعت منه، وبعدين تعبت. أنا كنت شغال زبال وتعبت ومحدش مساعدني. رحت عملت إقراء تأمين في الشؤون الاجتماعية ورق عشان يساعدوني. عملته مرتين ورفضوه، ويروح الورق عندهم ويرفضوه، وسكت. أعمل إيه؟ احنا بنجيب مستشفيات، طبعا الزباله بتاعت المستشفيات، فاحنا من زباله المستشفيات الناس بتجيلها الفيروس الكبد، فالناس بتضطر تتعالج منه. في ناس بتتعالج على حسابها لان مش لاقيه حد يساعدها، وفي ناس بتدفع هي اللي بتعمل على نفقه الدوله. ابني كان تعبان من شهر 8 وما خليتش ورا دكتور اللي ما رحت له، وهو في القصر دلوقتي وعماك يعالجوا فيه، وانا احترت بصراحه في علاجه. ومراته سابه سبته ومشي، وقعدنا بنعالج فيها اهو، وربنا موجود عادي يمد ايده، والمشاكل يحلها ربنا عاد. انا احترت بصراحه في علاجه، وما خليتش ولا دكتور اللي ما رحت له، وخلاص على كده انا في العمل بتاع ربنا. احنا من ساعه ما جينا المنطقه دي مفيش وحده صحيه، مفيش مكان لوحده صحيه، ومفيش حتى مستوصف حكومه. الاغلبيه هنا في يا دوبك مستوصف خاص، مش لاقيين حتى المعالجه. ما خلناش ولا اقول لك المدكتور ولا دكتور اللي ما رحت له، اللي ب1000 واللي ب500 واللي ب1500 يعني ما خليتش ورايا ولا قدام المؤاخذة. يعني شوية الصيغة اللي معي بعته، ما خليتش حاجة اللي ما عملتها مع الوعي. هنا أي مستشفى تخشها حتى لو حكومة ما حدش يتابعك كويس، وما حدش يسأل فيك. ما كانتش مستشفى خاصة وقبل ما تدفع فلوس ما حدش يسأل فيك خالص. المية اللي احنا بنشربها دي بتجيب فشل كلوي. وكمان في عندنا من الأمراض المنتشرة جدا في المنطقة اللي هو فيروس الكبدي. ده منتشر جدا في المنطقة، وناس بتتعالج منه لسه لغاية الآن. يعني ده الكلام ده من 5 6 سنين ظهرت الكلام ده، وكان في معالجات، وفي ناس متبرعة بالكورس بتاع الفيروس، بتدي للناس حاجات اقتصادية. ومشكلتنا دلوقتي مشكلة المية بدأت تتحل. يعني بدأوا يركبوا خط جديد، فطبعا الخط الجديد برضه ملوث، مش مطهر. فايه حلنا؟ يعني كل الناس تجيب فلاتر. طب انا راح اجيب فلتر ب 2000 جنيه. طب انا افرض انا ما معيش اجيب فلتر ب 2000 جنيه، ايه الحل؟ الميه ما بتوصلش. مشاكل الميه ما كانتش بتوصل. ده هو لسه الخط راكب الايام دي، يعني الاسبوع ده. احنا بقالنا بتاع من ساعه ما جينا هنا المنطقه. انا دلوقتي عندي بتاع 30 سنه
او 29 سنه من ساعه ما جينا المنطقه، والميه ممكن تيجي مره في الاسبوع. الناس بتعاني معاناه شديده من الميه ومن الصرف الصحي ومن الشوارع اللي مش عارفه من الشوارع اللي مش الدوله مش مهتميه بيها. هنا تلاقي مرشح مجلس الشعب جاي عشان يترشح يقعد يوضب شارع ويسفلته، وانا منكم وانا ليكم والكلام ده كله. بس هنا في ناس مريضه برضو كتير، محتاجه برضو للكبارات بتوع البلد يبصوا لنا، يعالجونا، يدونا علاجات، يجوا يشوفوا الناس دي مطالبها ايه، يجوا يشوفوا الناس الغلابه ايه. لكن دول ما بيشوفوش، يقول لك احنا ننجحوا ونعمل المنتج ونعمل البلد، ولا تشوفش حد بيعمل حاجه، كله متاكل. يعني بيجي لنا هنا فلوس كتير كتير قوي صدقني، وبياخدوها هم. يعني الناس اللي بياخدوها ويدونا ايه، يجي لهم كده يدونا شويه كده وخلاص. يعني ادي دول عشان اللي بيتكلم ده وبيفرد ريشه اديله عشان يسكت، والباقي الناس الغلابه خلاص. يعني مثلا لو هنا 100,000 قد ال1000 واسيب الباقي ال 90,000 دول. طب ال 90,000 دول راحوا فين؟ يعني ايه مؤاخذه ال 90,000 دي ايه؟ مؤاخذه من ضمن الحشرات او الفراخ او الحاجات دي كده. احنا مربين خنازير، الخنازير بتاكل اللي هي المواد اللي احنا بنرميها في المقلب دي. لا، ما بنرضاش نرميها في المقلب، بنرميها للخنازير بتاكلها. يعني احنا لو دلوقتي عدمنا الخنازير زي ما اتعدمت في 2010 الخنازير، فاصبح ان البلد بقت اكوام زباله. فاحنا دلوقتي علشان ما تبقاش اكوام زباله احنا مربين خنازير تاني، فاحنا بنضطر نشيل الزباله حتى اللي في الشارع بناخدها وبنرميها للخنازير. احنا هنا عندنا متعهدين وعندنا ناس مسؤوله وعندنا ناس شغاله في محاميين، وعندنا دكاتره من المنطقه من بتوع الزباله، دكاتره ومحاميين ومهندسين وناس تعليم متوسط وناس تعليم عالي وناس دبلومات، وكل الناس كلها سواسيه. اللي بيلاقي شغل في مهنته بيشتغل، ما بيلاقيش شغل بيشتغل معنا في المهنه بتاعتنا. ما هو مش لاقي حل، ما انا يا اما اشتغل واجيب لقمه عيش يا اما ما اشتغلش. فاحنا عايزين حل عشان نشتغل. فايه الحل؟ ان احنا يوفروا لنا الحاجات اللي احنا بنطلبها اللي احنا على قدنا. يعني ايه مثلا يفتحوا لنا مشروع نشتغل فيه، يشغلوا لنا الناس اللي هي العطله. في ناس كتير طبعا مش لاقيه شغل. فاحنا دلوقتي بنشتغل في الزباله وبنفرزها، واللي بينفعنا بناخده واللي مش بينفعناش بنرميه في المقلب. احنا بنستنفع، بننظف يعني بننظف من البلد، ومنها بنستنفع منها ومنها بننظف البلد. فاحنا كل اللي مطلوب مننا ان احنا بنجيب الزباله وبنفرزها، بناخد اللي بينفعنا المواد العضويه واللي هي المواد اللي هي الصلبه بنرميها في المقلب. يعني لو كنت انت مثلا راجل بتشتغل مثلا، انت ممكن تكون معاك بكالوريوس تجاره زيي، بتشتغل ايه بيه؟ ما هو انت بتشتغل محاسب، ما انا ممكن اشتغل محاسب وابقى محترم زيك. لكن انا لو اشتغلت محاسب وانت اشتغلت محاسب، الدنيا مش هنلاقي حد ينظف البلد. فاحنا بننظف البلد.